الحلو ده بقى لو دقتيه كل يوم هتعمليه. يلا لايك وشير، واللي مش عامل متابع يعمل متابعه، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، ونسمي بالله ونصلي على الرسول، وشوفوا بقى الجمال ده كله احنا عاملينه ازاي. كميه كده معايا نص كيلو من الكنافه اهي مفرزه كده. خلاص بقى فرمتها خالص كده. عايزه تفرميها في الكبه بقى تفرميها بقى على ايدك فرم ناعم كده خالص. خلاص كده خلصت. هحط بقى عليها 3 معالق كبار سكر بودره. سكرنا اشوحها عندي على الفرن كده اديها لون، واقعد اقلب فيها كل شويه. اضيف بقى عليها سمنه. هحط بقى عليها 4 معالق كبار من السمنه البلدي، اي بقى سمنه زبده عندك متاحه موجوده. نص الكنافه دي مش نص كيلو، دي كده 300 جرام يعني. فبقى كلها كده بالسمنه كلها، هنخلي ايه مفيش حته ما فيش سمنه، برضه تاخد معايا اللون الذهبي المظبوط. تعالوا بقى نجهز احلى كريمه كده. انا معايا اهو كيس كريم شانتيه، بس بايه الكريمه بطعم الكريمه اللباني بيكون فضي بقى الباكت. هضيف عليه بقى معلقتين كبار سكر بودره، عشان خاطر ايه انا الكنافه بتاعتي مش هحط لها عسل ولا شربات ولا اي حاجه، عشان يبقى ليه طعم مميز كده ومسكر معايا. واضيف عليه بقى فنجان اللبن المتلج، كده بقى. خلصت الكميه كلها ضربتها، هحطها في التلاجة بقى 10 دقايق على ما الكنافه بتاعتي تتظبط. كده بقى اتحمرت مني بتاعها. لازم طول ما هي في الفرن ايدك تكون فيها، طول ما هي في الفرن لازم نقعد نقلب. هقعد افضيها بقى في بوله عشان خاطر تبرد، يبقى كله لون واحد وسوا واحد. دي بقى البولات بتاعتي. نبدا نحط ايه الكميات بتاعتي اهو معناها بقى. هنزل بقى بايه كميه الكريم شانتيه على كل بوله، اظبط كده. احط بقى ايه، انا معايا فواكه الفراوله، احط بقى كميه الفراوله اللي معايا. بقى بقيه الكميه اهي برده نفس النظام. الكريمه تاني نكمل بكميه الكريمه اللي عندي كده بقى. خلاص ايه خلصت بقى كميه الكريمه بتاعتي وكميه الايه. هنزل بقى بصوص الشوكولاته بتاعي اللي هيكون جاهز معايا. ده نوتيلا، بس دي نوتيلا انا عاملاها هنا في البيت. اهي ظبطت كده البولات بتاعتي كلها، دي الكميه كلها بتعمل كميه حلوه وبتكون جميله قوي. الميكس اللي انتوا شايفينه ده بيكون خطير. الكنافه مع طبقات النوتيلا اللي انا عاملاها بتكون طعمها حلو قوي، مع طعم الفراوله بيكون طعمها مميز. يلا حبايبي كل سنه وانتم طيبين يا حلوين، واعملوه جربوه يبقى جميل قوي.